أحيانا تصبح الألقاب أو الإنجازات التاريخية بمثابة لعنة قوية تضرب أصحابها، وذلك على المستويين الفردي والجماعي، وهو ما ينطبق على المنتخب المغربي أسود الأطلس. أسود الأطلس بالفعل لقد تمكنوا من كتابة التاريخ خلال منافسات كأس العالم 2022 بالوصول إلى المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك الإنجاز في المونديال، ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى مجموعة رائعة من اللاعبين امتلكها المنتخب المغربي بقيادة المدير الفني الشاب وليد الركراكي، وهو ما خطف أنظار العالم دون أدنى شك. فاجأ المنتخب المغربي العالم آنذاك عبر الظهور بصورة رائعة في مونديال قطر، بداية من التعادل سلبيا مع كرواتيا ثم الانتصار على بلجيكا بهدفين دون رد، وكندا كذلك لهدفين مقابل واحد ليتصدر ترتيب مجموعته. ضرب موعدا ناريا مع إسبانيا بقيادة لويس إنريكي لينجح المنتخب المغربي في الانتصار بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل السلبي. وواصل المنتخب المغربي رحلته التاريخية بالتفوق على البرتغال في الدور ربع النهائي بهدف دون رد حمل توقيع يوسف النصيري عبر ضربة رأسية مذهلة، لكن الحلم المغربي نحو النهائي توقف عند فرنسا بالخسارة 0-2 قبل أن يحقق المركز الرابع بعد السقوط ضد كرواتيا 1-2. وتناولت آنذاك صحف العالم هذا الإنجاز على نطاق واسع، وذلك بعد التفوق على المنتخبات الكبرى وتشريف الكرة العربية. رغم التوقعات التي أشارت إلى النجاحات المستمرة التي تنتظر المغرب في المستقبل، إلا أن إنجاز كأس العالم كان بمثابة لعنة كبرى ضربت المنتخب ككل بالإضافة إلى نجومه. ارتبط نجوم المغرب بالانتقال إلى الأندية الكبرى بعد النسخة التاريخية التي قدموها في المونديال، إلا أنهم لم يحققوا النجاح المنتظر وتلقوا صدمات عديدة في فترات الانتقالات. فعاش حكيم زباش أوقات صعبة للغاية رفقة تشيلسي الإنجليزي، وظل حبيسا لمقاعد البدلاء ليرحل في النهاية إلى الدوري التركي في العام 2023 على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراءه نهائيا رغم ارتباطه مسبقا بتمثيل ألوان باريس سان جيرمان الفرنسي. يوسف النصيري كذلك ارتبط مرارا وتكرارا باللعب للأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي والإيطالي، إلا أنه ترك إشبيليا الإسباني بعد رحلة رائعة مع التألق لينضم إلى الأتراك كذلك قبل أيام قليلة. جواد اليميق أحد أبرز نجوم الخط الخلفي في المغرب كان مرشحا بقوة للتواجد ضمن أندية الصف الأول في أوروبا، ولكنه رحل عن بلد الوليد في صيف 2023 متجها إلى الوحدة السعودي. ورغم كذلك انضمام سفيان مرابط لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة من فيورنتينا خلال صيف 2023، إلا أنه لم يقدم المستوى المطلوب وتعرض لانتقادات عدة، وأصبح شراء عقده بصورة نهائية محل شك. وعاش كذلك عبد الحميد صابيري العديد من التجارب، حيث انضم لسامدوريا ومنه إلى فيورنتينا قبل أن تتم إعارته إلى الفيحاء السعودي الصيف الماضي. كما قرر كذلك سفيان بوفال الجناح الأيسر لأسود الأطلس الرحيل عن أنجيها الفرنسي في يناير 2023 والانضمام إلى الريان القطري رغم ارتباطه بالعديد من الأندية الكبرى. كما قرر الحارس المخضرم ياسين بونو الرحيل عن إشبيليا في صيف 2023 والانضمام للهلال السعودي محققا العديد من الإنجازات، لكن رغم ذلك يتوقع البعض استمراره في أوروبا. بعيدا عن الصدمات التي تعرض لها نجوم المنتخب المغربي، فقد فشل أسود الأطلس في تحقيق لقب كأس إفريقيا 2023 بكوديفوار. المنتخب المغربي كان مرشحا كذلك بارزا لتحقيق اللقب بعد مستواه المذهل في مونديال قطر، ولكنه ودع المسابقة أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور ثمن النهائي. وتعرض بعدها الاتحاد المغربي لكرة القدم والمدرب الوطني وليد الركراكي بالإضافة إلى اللاعبين لانتقادات حادة ومستمرة من الصحافة والإعلام بعد الظهور المخيب في الكان. كما كان عبد الرزاق حمد الله أحد نجوم المغرب الذين شاركوا في إنجاز المونديال رغم عدم ظهوره الفعال، ولكنه سار على نهج زملائه عبر خروج صادم من اتحاد جدة. حمد الله كان عنصرا بارزا في تتويج الاتحاد بلقبي الدوري والسوبر المحليين في موسم 2022 و2023، وحصد الحذاء الذهبي لدوري روشن قبل أن يقرر العميد التخلص منه نهائيا قبل أيام قليلة فقط.
كما شهد الموسم الماضي نجاح حمد الله في خطف الأنظار والتفوق على زميلها الفرنسي كريم بنزيما، وأصبح الهداف الأول للفريق ب30 هدفا، ولكن يبدو أن هذا التوهج لم يكن شفيعا لاستمراره ليتم التخلص منه نهائيا، ويعود السبب في رحيل حمد الله الصادم عن الاتحاد إلى رغبة بنزيما في المشاركة وحيدا بمركز رأس الحربة، وذلك بعد تفوق النجم المغربي عليه لينضم الأخير لصفوف الشباب، وذلك بحسب بعض التقارير الصحفية.